ضحية جديدة. بنت تعرفت على شاب عن طريق برنامج. كان في البداية يدعي أنه خليجي، وأظهر الخبيث إعجابا كبيرا بالضحية. بعدما تطورت العلاقة اعترف لها أنه غير خليجي، وأنه غير مسلم، وأنه مستعد لدخول الإسلام للزواج بها. أرسل لها في مرحلة أولى $1000 وطلب منها أن تعمل تحاليل الدم والقلب والكبد وتحاليل أخرى. قالت له الفتاة: تحاليل الدم كافية. فرد عليها: أنا أفضل أن نعمل كل التحاليل الممكنة لنطمئن ونرتاح. عملت المسكينة كل التحاليل وأرسلت له النتائج، فأرسل لها مرة أخرى $3000 لكي تطمئن ويبعد كل الشكوك التي يمكن أن تخطر ببالها، وقال لها: سوف أحضر لبدء إجراءات الزواج والسفر معا. وبالفعل جاء وأنهى كل الإجراءات في أسرع وقت وغادرا معا. وهنا تبدأ المأساة، لأن الفتاة اختفت مباشرة بعد السفر، وانقطع اتصالها بأهلها، وقامت